مساء الخير. اهلا بيكم في اسهل طريقة لعمل صينية رقاق الجبارة. هنعمل صينية رقاق مع بعض، سهلة سهولة مش معقولة، وكمان مش بتاخد منك ربع ساعة تلت ساعة بالكتير. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة هحط اللحمة المفرومة بتاعتي على نار واطية على البوتاجاز، وهحط بصلتين كبار مبشورين، هحط ملح حسب الرغبة، معلقة كبيرة فلفل اسود ممسوحة، ومعلقة كبيرة 7 بهارات. وهسيب بقى كل الكلام ده على النار الهادية كده لغاية لما تستوي اللحمة المفرومة وكل الكلام يتخلط مع بعض. من وقت للتاني هقلبها كده بالراحة لغاية لما تستوي، وهوريكم هيبقى شكلها. هنجيب الشوربة بتاعتنا المغلية وهنحط عليها كوباية الا ربع من اللبن الحليب كده، وبعدين هنبتدي نحط فيها الرقاق بتاعنا اهو. هنبل الرقاق الناحية دي والناحية دي، وناخده نصفيه كده ونرصه في الصينية اللي احنا دهنينها اصلا سمنة بلدي حلوة، نوع كويس يديني ريحة ويديني طعم جميل. تاني ناخد ورقة تاني اهو، المهم ان انا عايزة اعمل 4 رقات من الورق تحت في القاع كده زي ما احنا شايفين. خلصت ال4 رقات من الورق، هجيب سمنة بلدي وهبتدي ارش كده، يعني هغرقه تقريبا بالسمنة اهو. هو طبعا المفروض ويبقى على اصوله لو احنا حطينا بين كل رقة والتانية سمنة، بس يعني انا بقول كده اخف شوية. وهجيب اللحمة المعصجة بتاعتي هحطها بقى كده، في ناس بتحب تحط اضافات يعني فلفل اخضر فلفل احمر حاجات زي كده، بس انا بحبه يبقى بتاع زمان ده اللي ما فيهوش اي اضافات، غير يا دوبك انا بحط له شويه جبنه موتزاريلا كده، مش لاي سبب غير لانها هتمسك لي اللحمه المفرومه ما تخليهاش تقع من الرقاق زي ما هنشوف دلوقتي. هنجيب بقى شويه جبنه موتزاريلا كده وهنوزعهم على اللحمه المفرومه بتاعتنا علشان زي ما اتفقنا تمسك لي اللحمه ما تخليهاش بس تقع واحنا بنقطع الحته. وهنرجع تاني نغطي اللحمه المفرومه بتاعتنا بالرقاق اللي احنا ساقيينه بالشوربه وباللبن اهو، وهنفضل نحط كده لغايه لما نعمل 4 رقات من فوق كمان كده. خلصنا كده الصينيه بتاعتنا، هندهن بقى الوش بتاعنا كده اهو بشويه سمنه محترمين. دي علشان صينيه مستطيله فاحنا هنقطعها مربعات، وقطعناها يبقى كده مش ناقص غير انها تخش فرن سخن على درجه حراره 180. لو فرنك بمروحه يبقى هي هتحمر لوحدها، لو مش بمروحه هتبقي تشغلي الشوايه 5 دقايق كده لغايه لما تحمر.
تمام. يلا بينا بقى على الفرن. الرقاق بتاعنا طلع من الفرن، طعم بقى وريحة وشكل حاجة كده في منتهى الجمال. يلا بينا نشوف لما نقطعه هيبقى شكله عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الخروشة يا جماعة، انا بحب كده يبقى طري من جوه ومخروش كده من بره، مخروش مقرمش يعني. بصوا يا جماعة الموضوع جامد جدا. نسلك كده. بصوا 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 الطبقات، بصوا عامل ازاي، شايفين شكله تحفة. لازم تجربوه، وان جربتوه وعجبكم ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يجيلكوا كل جديد. وكمان ما تنسوش تقولوا لي رأيكم في الحاجات اللي انا بعملها. ودي كانت طريقة عمل صينية الرقاق التحفة السهلة السريعة بأسهل طريقة مع مين؟